وعندنا شاهدين رئيسيين لا يمكن الطعن على شهادتهم، وقالوها وهم في مراكز قوية، وقالوها وهم أحياء وفي شهادة حق، من السيد اللواء عمر سليمان رحمة الله عليه، ومن السيد المشير محمد طنطاوي، وقالوا أنه الرئيس الأسبق لم يصدر تعليمات بإطلاق الرصاص على المتظاهرين. تباينت ردود الأفعال حول هذا القرار في ظل أجواء مشحونة تعيشها البلاد، فجماعة الإخوان المسلمين وعلى لسان القيادي محمد البلتاجي وصفت ما حدث بأنه يثبت أن النظام العسكري أسفر عن وجهه القبيح، واستنكرت بعض القوى الثورية توقيت القرار ورأوا أنه يخذل مطالب الثورة. تحقيقا لمطالب 30 يونيو بنطالب أن يعاد تاني محاكمة الرئيس المعزول والرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. ولا شك أن الرئيس الأسبق سيستفيد من المناخ العام السائد في الشارع المصري ضد الإخوان وقبولهم لفكرة أن أحداث العنف التي شهدتها مصر منذ اندلاع ثورة يناير من تدبير الجماعة. بالنسبة لما جرى من أحداث في عهد مرسي وما بعد مرسي، يعني الناس أعادت النظر وأعادت تقييم هذه المشكلات كلها، يعني فلا أتصور أن إخلاء سبيل مبارك سيثير غضبه. وتقول مصادر قضائية إن إخلاء سبيل مبارك لا يعني براءته، وسيظل على قوائم الممنوعين من السفر، وسيستمر التحفظ على أمواله وأموال أسرته. في ظل الانقسام الذي يشهده المجتمع المصري ورغم ترحيب البعض بالقرار، يرى كثيرون في خروج مبارك من السجن في الوقت الذي يعتقل رموز الإخوان كثيرا من السخرية وعودة لمرحلة ما قبل 25 من يناير. دينا سالم، العربية، القاهرة. حوش العسالة المحاذي لباب السلسلة إحدى مداخل المسجد الأقصى شهد انهيارا في ساحته وأحدث حفرة عميقة، حفرة دفعت المقدسين للتحذير من تداعيات يقول الفلسطينيون إن الحفريات الإسرائيلية المتكررة تحت المسجد الأقصى هي السبب في الانهيارات المتكررة التي تشهدها القدس. الحاج عبد الرازق العسالي مقدسي يسكن قرب المسجد الأقصى، فوجئ بحوش بيته ينهار، وأظهر الانهيار حفرة بعمق 6 أمتار. هذا الانهيار هو شاهد جديد على ما يجري تحت البلدة القديمة من حفريات، وتشهد المدينة حوادث كهذه في مناطق مختلفة كل فترة. جيت امبارح بدي أنزل أصلي صلاة العشاء، فنزلت أنا من هوني، فبركي على الحيط عشان أجلي بيرجعوني، فجيت أنا هوني على هون، إلا غير أنا إجا وقعت صرت أنادي، طلعوا إخوتي من هون وإجوا جيران من فوق. لتفسير الصورة، بيت العسالي يقع على بعد أمتار قصيرة من المسجد الأقصى وحائط البراق. حاولنا التصوير على الجانب الآخر من الحفرة، النتيجة كانت هذه. وما لا ترونه خلف هذا الباب هو مدخل لحفريات وبناء جديد، أي ما تسميه جهات عربية طمسا لتاريخ وخلقا لمعالم جديدة. احنا بنسمع كل يوم كونغو، بضلهم يرشوا كونغو بخبطوا، نسمع صوت خبط وانهيارات. اليوم الصبح اجى الشرطه قعدوا يحكوا معنا، قالوا لنا تعالوا انزلوا معنا. هلا انا نزلت جوا معهم، فرجاني خارطه وفرجاني وين دار وين هيك، بقول لي احنا مش واصلين شقتكم، احنا واصلين شقه دار الزربه. تتغير معالم مدينة القدس كل يوم، ولكن على أرضها سكان عرب يعيشون في مدينتهم ويدفعون ثمن ذلك. يشكو السكان في البلدة القديمة في مدينة القدس من تحركات دائمة للأرض، خاصة في الأحياء المحاذية لأبواب المسجد الأقصى مثل هذه المنطقة، ويخشى الفلسطينيون بأن هذه الأرض لن تتحمل زلزالا يتوقعه خبراء في المنطقة. ريما مصطفى، العربية، القدس المحتلة. في نهاية النشرة تذكير بالعناوين. مجلس الأمن الدولي يكتفي بطلب كشف حقيقة مجزرة غوطة دمشق من دون دعوة صريحة لتحقيق دولي. ما زال هؤلاء الأطفال الغوطة الشرقية. بعد سقوط أكثر من 1300 قتيل في الغوطة، واشنطن تؤكد مجددا أن أي تدخل عسكري في سوريا لن يكون في مصلحتها. الاتحاد الأوروبي يدين العنف في مصر ويترك لدوله الأعضاء تقييم مساعداتها إلى القاهرة.
نائب الحاكم العسكري في مصر يأمر بوضع مبارك قيد الإقامة الجبرية في حال الإفراج عنه. شكرا لكم لطيب المتابعة. العربية.net لمزيد من التفاصيل. إلى اللقاء. الأردن هي جزء من الحركة الإسلامية التي يجب أن تستفيد من هذا الدرس بعمق. هل تعتقد في هذه الحالة أن إخوان مصر، إخوان تونس، حماس قد أخطأوا حين تصدروا المشهد السياسي ودخلوا الحكم؟ أنا أعتقد أن جميع الأطراف بحاجة إلى مراجعة، ولا أحد فوق النقد وفوق المراجعة. من هم أصحاب الذهنية الانقلابية في الأردن كما قلت؟ الدكتور رحي الغرايبي، القيادي في الحركة الإسلامية في الأردن. نقطة نظام مع حسن معوض، الجمعة 8:30 على شاشة العربية. أنا حزين. احنا مش نازلين، احنا ماشيين في الشارع لقينا المظاهرة. احنا كلنا كده شعب مصر اللي بيعدي في الشارع، اللي لا بيتقاد يمين ولا بيتقاد شمال. انت راجل محترم. بس هنعمل ايه؟ خلاص شغل عصابات والله العظيم. فصل يأمل الكثيرون أن يعيد الهدوء إلى الشارع المصري بعد شهور متواصلة من حالات الحماس الشديد، وخاصة مع مرور. لكن الديمقراطية بتاعتهم عاملة زي البتاع التمثال اللي عاجوا أيام الجاهلية، النهار ما يجوعوا ياكلوه، فهم كلوا الديمقراطية دلوقتي. مش خايفين تيجوا السنة الجاية تقولوا نسقط ايه رأيكم؟ فئة واسعة اليوم في الغرب تعتنق الإسلام بعد قراءة وبعد تعرف على المصادر. اليوم حينما يقال الدين، اللادينيون يقولون، يشيرون إلى العراق ويشيرون إلى سوريا، يقولون هذا الذي تريدون؟ هذا هو المشروع؟ لا، نرفض الدين. For a lot of people, maybe I wouldn't even start talking to them about Islam because I'd met a lot of people saying, "Oh, you Sufis, you're wrong." I think a lot of people, when they come into Islam, they get a very romantic idea that everyone is just loving each other. هذا الذي نجده للأسف الشديد ظاهراً وبارزاً في أعداد ليست بالقليلة من المسلمين الجدد. المسلمون الجدد، مهمة خاصة. السبت 9:30 على شاشة العربية. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من مقابلة خاصة. يسعدنا أن نستضيف في حلقة اليوم معالي أمين عام الجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، وبنرحب بحضرتك معانا طبعا. شكرا جزيلا عنك على هذا اللقاء. طبعا بنبدأ أسئلتنا بالقصف الوحشي على الغوطة الشرقية والغربية في سوريا والمذبحة الجديدة واستخدام الغازات السامة والأسلحة الكيماوية لقتل الشعب السوري. الجامعة العربية أصدرت بيان بتندد فيه وبتدعو بتدعو فريق الأمم المتحدة إلى تحقيق فوري وتقديم المرتكبين إلى العدالة الجنائية الدولية. هل هذا هو أقصى ما يمكن أن تقوم به الجامعة العربية في ظل هذا الظرف؟ لا طبعا، لأن في خطاب بعده إلى سكرتير عام الأمم المتحدة، لأن كما تعلمين أن من 22 يناير عام 12 يعني العام الماضي سنة وبضعة شهور الموضوع أحيل إلى مجلس الأمن كما يجب أن يكون طبقا لميثاق الأمم المتحدة، لأن في حاجات مجلس الأمن يقدر يستطيع أعمال ومسؤولية لمجلس الأمن عن كل ما يهدد السلم والأمن الدولي. الجامعة العربية لمدة 6 شهور 7 شهور قامت بكل ما لديها ولم تستطيع أن تحل المشكلة، فأحيل الموضوع إلى المجلس الدولي. فإحنا هنرسل مرة أخرى وجاوب لسكرتير عام الأمم المتحدة لعرض الموضوع على مجلس الأمن، لأنه هذا الموضوع خطير جدا. ما يحدث في سوريا اليوم أصبح كارثة كبرى، كارثة كبرى.
يعني وله عده ابعاد. بعد معروف طبعا وهو مهم جدا 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 جدا، وهو الدماء السوريه التي تسيل من الجانبين، الدماء السوريه التي تسيل. بعد اخر وهو اعداد اللاجئين الضخمه التي اصبحت ليس فقط يعني نازحين داخل سوريا بل خارج سوريا في الدول المحيطه، وبتعمل مشاكل للدول المحيطه. واللي داخل سوريا الاحوال الماديه والانسانيه اصبحت من السوء بحيث غير مقبول ولفتره طويله، وانا نعرف متى سوف يتم حل هذا الموضوع. ناحيه اخرى كمان ان البلد اتدمرت، سوريا اتدمرت، البنيه التحتيه اتدمرت، اثار، معابد، مساجد، كنائس اتدمرت. طب حضرتك التقيت اليوم بجيفري فيلت من مساعد امين عام الجامعه انا حدثت معه في هذه الموضوعات، بس لو يعني اتفضل اسمحتي لي ثانيه واحده. فكل هذا يصب في خانه واحده، لابد من ايجاد حل سريع، لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع. ما هو الحل؟ الحل طبعا اتفق عليه من 30 يونيو العام الماضي، وهو بدء مرحله انتقاليه وتشكيل حكومه ذات صلاحيات كامله يتم الاتفاق عليها بين الاطراف المتصارعه. ده ما فيش امامنا الا هذا، ان النهارده تيجي دول كبرى توقف هذا الموضوع، ده مش دليل بس بالنسبه لسوريا، ده دليل فشل النظام الدولي. النظام الدولي اللي طلع سنه 45 واللي يعتبر بتخضع له جميع دول العالم، اللي هو ميثاق الامم المتحده، فشل بوجود النزاع بين روسيا والولايات المتحده. هذا الموضوع يعني في منتهى الخطوره، ويؤكد ما طلبت به مصر منذ فتره، ان لابد من اعاده النظر في اسلوب عمل مجلس الامن، هذا لا يمكن ان يستمر. طيب هناك مطالب من داخل سوريا، من داخل الاماكن اللي بتحدث بها المجزره، هناك ضحايا يمكن فاقوا ال1000، يعني 1200. ما اعرفش العدد، اعداد ضخمه، اعداد ضخمه جدا. هناك مطالب حتى باسعافات لذلك انا تحدثت مع فيلتمان اليوم، وفي خطاب هيرسل الى مجلس الامن، الى السكرتير العام، وربما ابعت صوره منه لرئيس مجلس الامن، انه لابد من صدور قرار، وهذا الجامعه بتطالب به منذ ابريل العام الماضي. يعني النهارده يمكن 17 18 شهر، لابد من اصدار قرار من مجلس الامن بوقف القتال. التسويه السياسيه ده مش مهم النهارده، طلع 100 قرار حول وقف قتال في اماكن مختلفه، سواء في الشرق الاوسط، في كشمير، حتى في الكونغو، وفي اماكن كثيره. وقف القتال، كفايه هذا، وقف القتال، والا مش هيبقى في نظام دولي. وقف القتال وادخال مساعدات انسانيه ومساعدات طبيه. هل هناك اجتماع لمجلس الامن الطارئ؟ احنا هنطلب هذا من سكرتير عام ان هو يطلبه. هذا مطلب ايضا من طبعا افندم، من الجربة. لا الجربة ما كلمنيش اليوم، لكن اللي كلمني اليوم هو معاذ الخطيب. السيد الشيخ معاذ الخطيب اتصل بيا اليوم، وابرز اهميه ان يحصل تحرك فيما يتعلق بالكارثه التي الماساه اللي زادت على بالنسبه لسوريا، وهو استخدام اسلحه كيميائيه، وهذا غير مقبول دوليا، اسلحه الدمار الشامل. وطبعا من قام بهذا يجب ان يقدم الى المحاكمه. النظام السوري بيتهم المعارضه بالنهايه. ما انا عارف هيتهم المعارضه، يعني وكذلك انا شخصيا يعني شايف ان من ارتكب هذا يجب ان يحاسب. لكن هل بتضييع الحقائق عندما يتم تبادل الاتهامات، عندما يصور النظام السوري ان ما حدث هو من عمل المعارضه لديها الغازات، وده رايناه حتى من جانب روسيا بتروج لهذه المقوله؟ انا عارف، بس انا شخصيا كامين عام جامعه الدول العربيه لا ادري من استعملها، لكن في تصوري انا ان كل الانظار لا تتجه الى الحكومه التي لديها هذه الامكانيات. نعم. دي حاجه مش بسيطه انها تستخدم بواسطه افراد. يمكن هنتقل لموضوع آخر لا يقل أهمية الآن، هو موضوع المصري اللي احنا بنراه، وحضرتك أمين عام للجامعة العربية. حضرتك في بداية الأحداث وصفت ما حدث في مصر يوم 30 يونيو بأنه رغبة شعبية أيدها الجيش، ولا يجب توصيفه أو تشبيهه بتجارب بعض الدول التي حدث بها انقلاب عسكري، لأن القوات المسلحة لم تتدخل إلا بناء على طلب جموع الشعب صاحب السيادة. هل هذا هو موقف الجامعة العربية أو موقف شخصي من حضرتك؟ لا، يعني ده موقف شخصي مني ما فيش شك. ليه؟ لاني انا لم اتشاور الا مع عدد محدود جدا،
لما اطلب ان الدول تعطيني تفويض، لكن الجامعه العربيه طبقا لميثاقها الماده الثانيه من الميثاق بتطالب الجامعه من اهداف الجامعه العربيه النظر بصفه عامه في شؤون الدول العربيه ومصالحها. فمن حقي اني، وهذا نقطه انا عملتها اكثر من مره وذكرتها في اجتماعات، لان كان في انتقادات لما بتحدث، وانا متاكد ان كل الامناء العاملين السابقين في مناسبات معينه تحدثوا بدون اخذ تفويض او تصريح من الدول. احنا بنتحدث باسم الامانه، لان الامانه العامه عندها التزام ومسؤوليه تجاه جميع الدول العربيه. فعملنا حاجات شبيهه في عدد من الدول، انا مش عاوز اذكر الدول دلوقتي، لكن عدد من الدول كثيره يعني. طيب ما هو الموقف الرسمي للجامعه العربيه فيما يحدث في مصر؟ لا، الموقف الرسمي للجامعه العربيه فيما يحدث في مصر هذا عندما يجتمع الوزراء. هل سيجتمع الوزراء؟ الوزراء هيجتمعوا 3 سبتمبر. اجتماع عادي وليس اجتماع نصف السنوي. نصف السنوي، لا اجتماع نصف السنوي، ما حدش طلب اجتماع طارئ، الاجتماع نصف السنوي. طيب هناك انقسام حتى بين الدول العربيه، مش هقول انقسام يعني بالعدد، ولان هناك عدد كبير من الدول العربيه على راسها المملكه العربيه السعوديه، وعدد كبير من دول الخليج، الكويت، الامارات، البحرين، عمان، الاردن، العراق، فتح في فلسطين على الاقل. هناك عدد. فلسطين هي فلسطين لانه حماس طبعا تمثلها السلطه الفلسطينيه، يعني الرئيس محمود عباس ده فلسطين. القرارات بالقمه بتقول هذا يعني. هذه دول بتؤيد، وبالفعل دول بادرت بتقديم 12 مليار دولار الى مصر، فيما تعارض دول اخرى قطر، تونس، يعني لا نعلم كمان في دول بتلتزم الصمت، السودان، ليبيا، يعني كل دولة لها الحق في أن تتخذ الموقف التي ترغبه، لكن في حقائق، والحقائق دي لازم تؤخذ في الاعتبار. الحقيقة الأولى اللي وردت في البيان اللي صدر من جامعة الدول العربية، احنا أصدرنا بيان بعد كده كمان، وهي أنه الشعب هو الذي يفوض الحكومة أو يفوض رئيس الدولة ويعطيه الشرعية، وهو الذي يسحب هذه الشرعية. الشعب المصري نزل يوم 30/6 بصورة طبقا يعني للصحافة العالمية لم يشهدها العالم من قبل. في أي دولة بيحصل حاجات شبيهة فورا الحكومة بتستقيل، فورا الحكومة، وحاجات مش شبيهة، حاجات قريبة منها الحكومة تستقيل. أنا كنت عايش في الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية الستينات، والشعب الأمريكي بأعداد طبعا لا تقارن بالأعداد بتاعتنا، لكن كانت بالملايين، كانت بتهاجم ليندون جونسون وبتطالب بتغيير السياسة بالنسبة لفيتنام. ماذا حدث؟ جونسون بعد فترة لا أتذكر الآن أسبوع ولا 10 أيام طلع على التلفزيون وقال أنا مش داخل الانتخابات بعد كده، وانتهى الموضوع. لكن أكمل كان فاضل له الكلام ده كان 68 وكان في انتخابات 68. يعني ده بيحصل. دي جول بقيمته وقامته لما سنة 68 حصلت الاضطرابات المعروفة دي ما استمرش في الحكم. طب هناك عدد من المنظمات الدولية، ويعني مثلا موقف الاتحاد الافريقي الذي جمد عضوية مصر، وحضرتك التقيت بوفد الحكماء الافريقيا ألف عمر كوناري، ما زال الموقف على ما هو عليه برغم هذه الزيارة. لا، الموقف لم يعد كما هو. الاتحاد الافريقي ارسل فريق من قادة 2 رؤساء جمهوريات وواحد رئيس وزراء وبرئاسة ألف عمر كوناري، وقدم تقرير وقال فيه ان دي ثوره شعبيه وليست انقلاب. فانا اتصور دلوقتي ان هو الاتحاد الافريقي في اول اجتماع اللي هو هينظر في هذا الموضوع. طب هناك ايضا بقى الاتحاد الاوروبي، وهناك تهديد بقطع مراجعه العلاقات مع مصر، قطع المساعدات عن مصر، تلويح. وهناك زيارة يمكن مهمة جدا وموقف المملكة العربية السعودية عندما التقى الأمير سعود الفيصل بالرئيس أولاند. كيف يمكن أن ترى تأثير مثل هذا على الموقف الأوروبي؟ شوفي، بالنسبة للموقف الأوروبي لابد من أن احنا نعترف أن هم عندهم سياسات مستقلة عن الولايات المتحدة. مستقرة. وعندهم مبادئ معينة بيطبقوها. لما بيجدوا تغيير بطريقة مفاجئة لحكم في دولة، وبناء بالنسبة لمصر كان بناء على استجابة القوات المسلحة لمطلب جموع الشعب المصري، فهم بيبقوا متخوفين.
بالنسبة لأوروبا ليدي أشتون حضرت إلى القاهرة وتقابلت مع الرئيس السابق وتقابلت معها وتحدثنا طويلا وكنت معها على التليفون من يومين. هم متفهمين الموقف، لكن وأعتقد مش هيطلع منهم حاجة يعني مفاجئة ولا حاجة، لكن في الوقت نفسه يعني لازم نحترف إن من حقهم إن هم يطالبوا بالتعجيل بالخط المسار الديمقراطي في مصر، وهذا طلب شرعي. لا، في نقطة تانية كمان لازم أشير إليها، إن هم كدول أوروبية مستقرة عندها سنوات طويلة الاهتمام الكبير المتزايد بحقوق الإنسان، أي حاجة بتؤدي إلى فقدان الحياة بيعبروا عنها وعن حق. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال هذه الحلقة، فابقوا معنا. أنا وأربعة كتبنا جدران، هم انقلبوا أنا ما انقلب. ويجي الجيش يوص علينا ويجي الأمن يعتقل الأطفال يشيعوا أظافرهم. ينزلون لتحت على السيارات وبيضربوني بالسلاح على ظهري والتعذيب. في شهيدين خطفوهم الأمن وذبحوهم. مرات بحس اللي صاير بسوريا فإن هذا الشيء مني ومن أصحابي، وأرجع بقول لا، هذا الشيء مو مني ومن أصحابي، هذا الدمار اللي صاير بسوريا هو من بشار الأسد وجماعته من النظام. أطفال الحرية الجمعة 11 على شاشة العربية. مجزرة مروعة وغير مسبوقة ارتكبتها قوات النظام السوري مستخدمة الكيماوي. الأطفال كلهم كانوا نائمين آمنين، ولكن النظام لم يتركهم. ما هو حجم هذا الهجوم الذي أوقع هذه الحصيلة الكبيرة؟ هي أكبر مجزرة إنسانية على الإطلاق يرتكبها النظام السوري ضد الثورة السورية المباركة. هنا يقتل أبناء الإسلام، فماذا فعلت يا أمة الإسلام؟ قوم بابا، قوم قوم. مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من حلقه اليوم، ونستكمل الحوار مع معالي امين عام الجامعه العربيه الدكتور نبيل العربي، وبنستكمل مع حضرتك الحوار. لكن يمكن موضوع حقوق الانسان ده، الاحداث رابعه والفض الاعتصامات ده جاءت بعد 30 يونيو، جت لسه الاسبوع الماضي، لكن من البدايه هم كان لهم موقف، يعني بما تبرر ايضا اختلاف موقفهم في 25 يناير، ما هو كان برضو تدخل الجيش لاراده الشعب. و30 يونيو كان تدخل الجيش لإرادة الشعب، يعني نفس التدخل حدث في المرتين. مظبوط. مرة رحبوا بيه ومرة ما رحبوش بيه. مظبوط. وده فين المبادئ المستقرة بقى؟ لا 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 لا، مبادئ مستقرة عامة، لكن بالنسبة للاعتراف بيها يعني هم كانوا يعني يشعروا بأنه الرئيس مبارك استهلك الفترة المفروض يكون فيها، فعشان كده كان رد فعلهم خفيف في هذا. المرة دي كانوا بيعتقدوا، بعضهم بيعتقد ده رئيس انتخب، لكن كلهم قالوا بعد كده بطرق مختلفة ان الرئيس انتخب ده ما كان ماشي على لم يكن يسير على الخط الديمقراطي، ودي نقطة هامة جدا. والواقع ان الانتخابات ليست فقط هي الاسلوب الوحيد لاثبات في ديمقراطية ولا لا، هي هامة جدا، الصندوق هام، لكن كذلك اتباع القانون واتباع الدستور نفسه باسلوب يتسم ب مش العداله، يعني يتسم بالاستقرار. اللي حصل في 22 نوفمبر سنه 2012 قضى على هذا. الخطوات اللي عملها الرئيس السابق مرسي قضت على ان يبقى في الاعلان الدستوري ده، ولا وان هو يقول ان هو فوق القانون. لماذا لم تكن الجامعة العربية حاضرة في المبادرات؟ يعني عندما التقى مثلا وزير خارجية قطر ووزير خارجية الإمارات، كان هناك جوانب، الجانب الأمريكي، الجانب الأوروبي في مبادرات، لماذا لم تكن الجامعة العربية جزء من هذه؟ والله كان في اتصالات بيني وبين الجميع، أنا اتكلمت مع السعوديين، اتكلمت مع القطريين، اتكلمت مع الإمارات، كان في حديث بيني وبينهم.
لا في مصر يعني وضع مبادره، وضع حل؟ لا الحل كان بينهم بالحكومه المصريه، كان ما كانش في مجال ان احنا نكون موجودين في هذا الموضوع. طب حضرتك بما تبرر هذا التمسك او الموقف الامريكي بجماعه الاخوان المسلمين؟ انا ما اقولش جماعه الاخوان المسلمين، انا اقول التيار الاسلامي. انا اعتقد ان بعض، وهذا يعني استمعت اليه وهذا منطقي في امور كثيره وقرات مقالات حوله، يعني بعد دخول الولايات المتحده في حروب ضد دول اسلاميه، سواء بالنسبه للعراق ولا بالنسبه لافغانستان، يعني وصلوا الى قرار انه مصلحتهم ان يهادنوا التيار الاسلامي، فاتخذوا هذا القرار وبناء عليه ابتدوا يتصرفوا على ارجو الان انه يكون في اعاده نظر في هذا الموضوع، انه يكون هم المفروض يمشوا مع مصالح الشعوب عامه، مش مع تيار من التيارات. دي النقطه الاساسيه اللي يجب ان يفكروا فيها، واعتقد ان الولايات المتحده عندها الامكانيات الكافيه والبحوث الكافيه والمراكز البحوث والكلام ده كله، وان هم هيوصلوا الى هذا القرار، ان هم يكونوا مع الشعوب عامة، وليس يحاولوا يمشوا مع تيار مع غير تيار. يعني زي ما يمشي مع التيار الاسلامي هنا يقول لك كان يمشي مثلا مع التيار العسكري في امريكا اللاتينيه، لا ده مش مقبول. يعني هم يجب ان يمشوا مع مصالح الشعوب، خاصة انها دولة قائمة على مصلحة الشعوب. طيب ألا تتعجب حضرتك من الموقف الدولي مما يحدث من مجازر في سوريا، وعندما اصطف هذا الموقف الدولي بهذا العنف بعد 30 يونيو ضد مصر؟ يعني ما فيش تباين؟ حضرتك مش شايف انه موقفهم هنا كان شديد العنف مع مصر، ومجلس الامن اجتمع فيما بنقرا مذابح يوميه في سوريا ولا يوجد حل بقالنا 3 سنين؟ لا، موضوع سوريا ده لانه انتقل الى خلاف بين الدولتين الاعظم، رجعنا الى صوره جديده من الحرب البارده. سوريا النهارده اللي موقف كل حاجه فيها وصوره جديده من الحرب البارده، مش بشار الاسد ولا ايران، هو الموقف بتاع الولايات المتحده وبتاع الخلاف اللي بينهم هي وروسيا. لكن مصر لا تقارن باي حال من الاحوال اللي بيحصل في سوريا، وما هياش حرب اهليه، بحال من الاحوال.